مساء الخير. دلوقتي جماهير الاهلي منقسمه لشقين، الشق الاولاني مؤيد لصفقه امام عاشور والشق الثاني رافض الصفقه تماما. هتكلم في الفيديو دوت عن حاجتين، الحاجه الاولانيه هتكلم عن امام عاشور كلاعب، والحاجه الثانيه هقول هل ينفع امام عاشور ينضم للنادي الاهلي ولا لا. امام عاشور بيلعب ميدفيلد وتحديدا في مركز رقم 8 اللي هو مركز حمدي فتحي، لكن هل هو فعلا هيعوض غياب حمدي فتحي ولا لا؟ بعيدا عن اي انتماءات سواء اهلي او زمالك، فامام عاشور فعلا يقدر يعوض غياب حمدي فتحي. امام عاشور دفاعيا كويس جدا، بيلعب مان تو مان، رجله ثابته على الارض، احتكاكه كويس، ما بيفقدش توازنه بسرعه وما بيقعش بسهوله. امام عاشور هو افضل لاعب بيشوط من بره ال 18 حاليا في الدوري المصري. امام عاشور مش بس بيلعب في مركز رقم 8، ده كمان بيلعب في مركز رقم 6 ومركز رقم 7، وكلنا شفناه وهو بيلعب في باك رايت مع المنتخب واشدنا بيه. امام عاشور لعيب مهاري وكمان يقدر ان هو يلعب في المراكز اللي قدام زي الوينجات. امام عاشور تقريبا كده بيلعب في 3 او 4 مراكز بنفس الكواليتي. امام عاشور كصفقه فهو صفقه سوبر، واي فريق في الدوري المصري يتمنى ان هو يتعاقد معاه. ده الشق الاولاني من الفيديو. هتكلم هل هو فعلا ينفع ينضم للنادي الاهلي ولا لا. احنا كلنا فاكرين اللقطه الشهيره بتاعت امام عاشور لما ضرب وليد سليمان، وكلنا فاكرين الاحتفال بتاعه لما اتصور وكان بيغلط في النادي الاهلي وفي رموز النادي الاهلي. احنا كنادي اهلي متعودين من اول ما بدانا نشجع النادي الاهلي ومن اول ما النادي الاهلي ما تاسس ان النادي الاهلي عنده مبادئ ما ينفعش ان هو يكسرها علشان خاطر اي لاعب من اللعيبه. في ناس هيقولوا ان احنا عندنا لعيبه اوريدي كانت بتغلط في النادي الاهلي، بس في غلط عن غلط يفرق، في غلط او نقدر نسميه كره بيكون كره شرعي. انا دلوقتي بلعب في نادي الاتحاد كاره النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي لاني انا منتمي لنادي الاتحاد، وبتمنى ان نادي الاتحاد هو اللي يكسب كل الدوريات او كل البطولات. فانا دلوقتي عندي كره شرعي تجاه كل الانديه، لكن اني اغلط في فريق او اني اغلط في نادي وفي رموزه ده ما ينفعش. امام عاشور كصفقه فهو فعلا صفقه سوبر ويقدر يعوض غياب حمدي فتحي، لكن لو ما جبناهوش هل الاهلي هيقع؟ اعتقد ان لا، لاننا بكل بساطه الموسم اللي فات اكتسحنا كل البطولات محليا وافريقيا وما كانش عندنا استرايكر ولا كان عندنا بلاي ميكر، لان زي ما احنا عارفين فكهربا بيلعب استرايكر بدل محمد شريف وهو في الاساس وينج، وكمان ما كناش بنلعب ببلاي ميكر لان محمد مجدي قفشه كلنا عارفين من بعد القضيه ممكن وهو مستواه في النازل. امام عاشور كلاعب فانا فعلا بحترمه جدا وهو لاعب فعلا موهوب، لكن ما ينفعش ينضم للنادي الاهلي.